السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل اللي بيشوفوني. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم طريقة حلوة جدا للتخلص من شعر المنطقة الحساسة، وبالذات منطقة العانة بيكون الشعر تقيل فيها او كامل الجسم. لو انت عروسة الوصفة دي هتناسبك جدا جدا. ومعايا النهاردة مكون سحري بمعنى الكلمة، حلوة جدا جدا، بتفتح الجسم وبتزيل الشعر من الجذور زيها زي السويد، بس كمان بتقلل من ظهور نمو الشعر. يعني مش هتلاقي الشعر بالكثافة اللي هي عليه. بجد وصفة رهيبة جدا، هتنفع طبعا لكل البنات. هقولك الممنوعين منها بس بعد التحضير. بجد المكون النهاردة والوصفة حلوة جدا، نفسي كلكم تشوفوها وتجربوها. يا ريت نشير الفيديو فضلا منكم وليس امرا. ما تنسوش ضغط على لايك وشير للفيديو دعما منكم للقناه، وعشان كمان اعرف ان انتوا بتجربوا الوصفات يا ريت تكتبوا لي تحت تم. وطبعا كل اللي جربها يرجع ويقول لي ان شاء الله النتيجه هتكون حلوه جدا، وهتستغربي قد ايه الوصفه بسيطه لكن ليها مفعول حلو وسريع، وكمان بتدي تبييض للمنطقه، اي منطقه انت بتستخدميها عليها. ما ننساش لايكات كتير، ويلا نسمي الله. اول حاجه معايا هنجيب طبعا الكميه دي على حسب ما انت هتستخدمي، يعني هتستخدمي لكل جسمك، هتستخدمي المنطقة معينة هتجربيها في الاول تشوفي نتائجها، وبعد كده تبدأي تعملي كمية براحتك خالص. اول حاجة هجيب معلقة من النشا. انا هعمل لكم كمية تكفي مثلا منطقة معينة، يعني منطقة صغيرة، وبعد كده ممكن تقدري ان انت تعملي اكتر من كده. معايا هنا معلقة كبيرة مليانة من النشا او الكورن فلاور، وكمان معلقة من الشبة المطحونة. انا لسه طحناها وبتبقى مطحونة خشن كده، ما بتطحنش ناعم. ببدأ ان انا احط الشبة على النشا، وهقلب طبعا كويس المكونات دي مع بعض. كل ما تضيفي مكون حاولي ان انتي تخلطيه مع المكون اللي قبله كويس قوي، علشان لما تيجي تجمعي الخلطة في الاخر تكون كل المكونات موجودة او متقلبه صح مع بعض كويس جدا اهو بالشكل ده. بعد كده هبدا ان انا اجيب المكون اللي انا بقول لكم عليه، بجد حلو جدا وهو مكون اساسي، وعلى فكره متوفر في كل الدول. يعني هيكون عندك في الدوله بتاعتك هتجيبيه بالشكل ده. هو بيبقى فيه منه مطحون، ممكن تجيبيه مطحون او بالشكل ده. الاتنين هينفع عادي مفيش مشكلة. ده اسمه القسط الهندي، هتلاقيه موجود. هناخد منه طبعا هتطحنيه. بصوا المطحون بتاعه اهو. هناخد منه معلقة كبيرة وهنبدأ نحط كده ونقلب. طبعا عاوزة تجيبيه مطحون هاتيه مطحون، عشان هو بيحتاج مطحنة تكون قوية، مش اي مطحنة على فكرة بتطحنه، هو ناشف جدا زي ما انتوا شايفينه كده، فمش اي مطحنة هتنفع. ممكن تجيبيه مطحون وتسهلي على نفسك الامر. بالشكل ده كده بقلب كل المكونات زي ما اتفقنا في الاول. ان شاء الله الوصفة هتكون مميزة وحلوة جدا جدا. هنجيب كمان المعجون او معجون الاسنان، لو عندك بالفحم هيبقى ممتاز جدا. ما عندكيش استخدمي اي نوع هتستخدمي منه قطعة صغيرة كده مش كبيرة، مش لازم ماركة معينة. طبعا ما وريتكمش الماركة علشان هي مش لازم ماركة معينة. معايا دلوقتي الخل الابيض او خل التفاح، وانا بستخدم الخل الابيض عشان اكيد ان شاء الله متوفر في كل البيوت، لكن خل التفاح يعني في ناس بتستخدمه وناس لا. فهاخد معلقة كده كبيرة الاول، وبعد كده ابدأ ان انا ازود. ما اخدش كمية الخل مرة واحدة، اخدها على دفعات علشان الحاجة ما تكلكعش معايا. بالشكل ده ببدأ ان انا اقلب. بعد كده اخد معلقة تاني وهكذا. طبعا ممكن تستخدمي بدل الخل تستخدمي مية ورد. لو بتحسي ان بشرتك حساسة جدا استخدمي مثلا مية ورد.
بالشكل ده اهو. مش عاوزين الوصفة تكون سايلة قوي، ومش عاوزينها كمان تكون تقيلة، ولا تقيلة هتعرفي تفرديها على الشعر، ولا كمان خفيفة هتتساقط من على الشعراية ومش هتمسك. هبدأ ان انا اقلب كويس كده، وهحط تاني معلقة من الخل، وزي ما اتفقنا نقدر نستبدل الخل بمية ورد اهو. بس الخل بصراحة كمان بيطهر المنطقة وبيقلل من ظهور نمو الشعر تاني، فهو ممتاز جدا مع الشابة. والشابة طبعا هتعمل لك تفتيح وكمان تقليل من ظهور نمو الشعر برضو، حلوة قوي. خلطة بجد يا بنات حلوة جدا جدا. بحاول ان انا اقلب كويس جدا وانزل اللي في الجوانب كده علشان تتقل معايا بالشكل ده. لو حسيتي ان هي خفت معاكي ممكن تزوديها نص معلقة من النشا. المعلقة مفيش مشكلة خالص، اهم حاجة ما تبقاش سايلة معاكي قوي. القوام المناسب ان هي تكون متوسطة، ولا خفيفة ولا تقيلة. بتبدأي طبعا ان انتي يكون المنطقة جافة عشان يثبت عليها الوصفة كويس. بنبدأ ان احنا نفردها كويس على المنطقة اللي فيها الشعر. طيب بنسيبها قد ايه؟ بنسيبها من 5 دقايق ل10 دقايق على حسب الجو. لازم تنشف، او تبقى يعني مش متحجرة بس ناشفة، عشان لما نيجي ننزلها نبدأ ان احنا ننزلها بمنديل كده، هتبدأ ان هي تطلع الشعر. او بظهر معلقه ناعمه ممكن تزيليها، يعني بمعلقه بلاستيك زي دي بتبداي ان انتي تزيلي الوصفه مع الشعر، بيطلع بمنتهى السهوله. وكمان بتلاقي ان المنطقه افتحت من درجه لدرجتين في المره الواحده. بجد لو عروسه هتنفعك جدا، جربوها كلكم ان شاء الله. هستنى رايكم، مهم جدا عندي. اي طلبات من عينيا الاتنين اكتبولي في الكومنتات، واي استفسارات يا ريت برضو تكتبولي في الكومنت. وما تنسينيش طبعا في اللايك والشير. ان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تلاقي الشعر بالكثافة اللي هي عليه، بجد وصفة رهيبة جدا. هتنفع طبعا لكل البنات. هقولك الممنوعين منها بس بعد التحضير. بجد المكون النهاردة والوصفة حلوة جدا، نفسي كلكم تشوفوها وتجربوها. يا ريت نشير الفيديو فضلا منكم وليس امرا. ما تنسوش ضغط على لايك وشير للفيديو دعما منكم للقناة، وعشان كمان اعرف ان انتوا بتجربوا الوصفات. يا ريت تكتبوا لي تحت تم، وطبعا كل اللي جربها يرجع ويقول لي. ان شاء الله النتيجة هتكون حلوة جدا، وهتستغربي قد ايه الوصفة بسيطة لكن ليها مفعول حلو وسريع، وكمان بتدي تبييض للمنطقة، اي منطقة انت بتستخدميها عليها. ما ننساش لايكات كتير، ويلا نسمي الله. اول حاجة معايا هنجيب طبعا الكمية دي على حسب ما انت هتستخدمي، يعني هتستخدمي